الحلقة الثالثة، الأنسولين في رمضان. ده مش أي موضوع، ده موضوع حياة أو موت. لو أي حد بياخد أنسولين لازم يسمع الكلمتين دول فوراً. جرعة الأنسولين في رمضان مش هي خالص، لازم تتغير. قبل ما نكمل اعملوا لايك وشير، المعلومة دي ممكن تنقذ حياة حد. طيب نبدأ بالأنسولين الطويل المفعول، ركزوا معايا. ده بقى بيتاخد مع الفطار، مش الصبح زي الأيام العادية. نيجي بقى للأنسولين سريع المفعول. ده قصته مختلفة شوية. ده لازم يتاخد مع الوجبات، يعني جرعة مع الفطار وجرعة مع السحور. بس خدوا بالكم، في غلطة خطيرة جدا ممكن تحصل. يا ترى إيه هي؟ تحذير: اوعى حد ياخد نفس الجرعة بتاعت الأيام العادية في رمضان. ليه بقى؟ لأن ده بيسبب هبوط حاد وخطير جدا في سكر الدم. عشان كده في قاعدتين مهمين قوي لازم نمشي عليهم في رمضان. القاعدة الأولى، ودي الأهم، لازم نكلم الدكتور عشان يظبط الجرعة. القاعدة التانية، ودي ما فيهاش أي هزار، لازم نقيس السكر كل يوم. والقياس ده مش مرة واحدة، لا ده مرتين في اليوم على الأقل. يعني خلاصة الكلام، جرعة الإنسولين لازم تتظبط مخصوص عشان رمضان. اعملوا سيف للشرح ده وابعتوه لأي حد تعرفوه عنده سكر. صدقوني، شير بسيط منكم ممكن فعلاً ينقذ حياة إنسان. وما تنسوش تاني اللايك والشير والمتابعة عشان توصلكم كل المعلومات الجديدة. واستنونا بكرة هنتكلم عن موضوع مهم تاني، أدوية الغدة الدرقية.